تخيل كده حياتك ماشية زي الساعة، كل حاجة ماشية بطبيعتها وفي وقتها المحدد، وفجأة تيجي حاجة تغير كل ده. ده بالظبط اللي بيحكيه كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بيه، وهو بيتكلم عن قصة بتحكي عن التغيير. القصة بتحكي عن 4 أشخاص، فارين وهم سنيف وسكوري، واتنين بشر وهم هيم وهاو. كلهم عايشين في متاهة، والمتاهة ديت بترمز لحياتنا اليومية، وبيدوروا على جبنة، والجبنة ديت هي الأهداف اللي احنا بندور عليها، سواء شغل او جواز او ترقيه او اي حاجه من الحاجات دي. هدفهم ان هم كل يوم يصحوا الصبح من النوم ويدوروا على الجبنه بتاعتهم ديت ويشوفوا هيلاقوها فين. المشكله ان الجبنه اللي هم كانوا معتمدين عليها فجاه اختفت، فسنيف وسكوري بغريزه الفار قرروا ان هم طالما ما فيش جبنه هنا يبقى هنروح ندور على جبنه في اي مكان تاني في المتاهه. لكن الاثنين البشر هيم وهاو بداوا ان هم يفكروا ويشتكوا، هو ليه الجبنه اختفت؟ طب هي خلصت ازاي من غير ما ناخد بالنا؟ طب هي خلصت ولا حد خدها؟ واسئله من النوعيه ديت خلتهم يتاخروا. لكن بين هيم وهاو كمان بيظهر فرق بعد مده، وهو ان هاو بيقرر ان هو يغير طريقه تفكيره. كده كده الجبنه ما بقتش موجوده، وانا لو فضلت قاعد هنا هموت من الجوع، فانا هغير طريقه تفكيري وهبدا ان انا ادور على الجبنه في اي مكان تاني. وهاو هو اللي ما قررش ان هو يغير اي حاجه، وفضل كل يوم يروح يدور على الجبنه في نفس المكان اللي هم كانوا لقوا فيه الجبنه، والجبنه فيه خلصت خلاص. احنا حتى الان ما نعرفش هاو ايه اللي حصل له، مات ولا ما ماتش، وما نعرفش برضو ايه اللي حصل لهيم. لكن الفرق ان هيم اكيد هيكون مات، وهاو ممكن يكون مات او ممكن يكون لقى الجبنه. فالكتاب الحكمه بتاعته والمغزى بتاعه فكره ان انت تتاقلم مع التغيير، وتبدا تأقلم حياتك وتبدا تتحرك على اساس التغيير ده. الدنيا كده كده بتتغير، الفرق هو احنا بنتغير مع تغيير الدنيا ولا بنفضل زي ما احنا.